السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. سردين البيتي في البيت، شم النسيم، عيد الربيع، كل سنة وانتم طيبين. فتحنا علبة الكنز، عايزة أوريكي من قريب. شايفة يا جماعة؟ بتتكلم عن نفسها، بتقول مستوي، ريحته حلوة جدا، الشطة بتاعته زياده سنه بسيطه للناس اللي بتحب الشطه. قلت لك مقدار معين للشطه لو انت مش بتحبيها او لو انت بتحبيها. طيب يقعد قد ايه في تخليله؟ ازاي احافظ عليه ما فيهوش اي ريم خالص؟ موجود في الفيديو. ازاي يبقى باللون التحفه ده والتنظيف الحلو قوي ده والريحه الممتازه. عايزه اقول لك انا اكلت 3 4 وحدات وانا بنضفه. خطير، الملح مظبوط، الشطه مظبوطه، الريحه ممتازه. طيب شويه بصل احمر، يا سلام، مع شويه خل وشويه خيار وشويه عيش كتار، واستمتعي باكله شم النسيم الممتاز. بس تكون في البيت، على طريقه مطبخ البيت، بتفاصيل نظافه البيت، اتعملت ازاي وايه مكوناته وايه مقاديره وايه طريقه تخليله وكام المده اللي بيقعدها مظبوط وما يقعدش اكتر من كده عشان ما يجلدش وينشف معايا. كل دي اسرار موجوده على مطبخ اكله وسهرايه. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. وهنفتح مع بعض علبه الهدايا. احلى حاجه ان كل حاجه تتعمل في البيت. شوف السردين، طبعا بعد 10 ايام هنشوف السردين مستوي، هنشوف السردين ريحته حلوه، كل حاجه معاكي خطوه بخطوه. شايفه السردين؟ شايفه ده بقى اللي بقولك عليه، ان ورق اللورة بيمنع الريم اللي بيتكون على وش السردين. طيب هنشوف مع بعض دايب مستوي. طبعا بعد ما بنفتح عليها بنحاول نقفلها ونحطها في التلاجة عشان نحافظ عليها. وفي حل تاني ان حضرتك توضبيها وتحطيها في برطمان بالزيت وتحفظيها في التلاجة. لكن احنا مع بعض هنشوف دلوقتي السردين هو مستوي، هو قلبه احمر، هو دايب، هو ريحته حلوه، ملحه مظبوط جدا، ريحته حلوه قوي. شايفه؟ نضيف جدا رغم ان احنا مخللينه باحشائه. شايفه؟ شايفه قلبه نضيف ازاي؟ بصراحه يستحق ان حضرتك تجربيه على نفس الطريقه. شايفه السلسله؟ مستوي قوي، دايب دي. شايفه؟ يا سلام. ملحه مظبوط قوي، ريحته حلوه جدا. شايفه يا جماعه؟ يا جماعه نوروني على قناه اكله وسهرايه. شايفه السردين؟ شايفه الشوكه؟ الناس اللي ليها في السردين، الناس اللي بتعشق السردين، الناس اللي بتحب السردين، دي طريقه مضمونه جدا. لو حضرتك اول مره تخليلي سردين، تخليليه مظبوط، تخليليه دايب، هتخليليه اوضبه، هقشره، سهل جدا انه يتقشر، مش هيحتاج منك اي مجهود خالص. شايفه؟ شايفه؟ هيتقشر بنفس الطريقه دي. طيب هتضيفي عليه ايه يخليه؟ هو يا جماعه ملحه مظبوط جدا، فاي زوايد حضرتك هتزوديها، سواء طحينه، سواء زيت، سواء ليمون، هتخليه دلع. فخدي بالك وانتي بتضيفي عليه المكونات دي. شايفه السردين؟ طيب هوضب الكميه اللي انا محتاجاها وبعدين هقدم لك السردين البيتي اللي معمول على قناه مطبخ اكله وسهريه بطريقه سهله جدا.
بطريقه حلوه قوي بطعم مختلف تماما. حضرتك بتطلعي من علبه السردين الكميه المتاحه ليكي او اللي انت هتاكليها او اللي هتخلصيها، عشان ما ينشفش وعشان ما يريحش وعشان ما يعصعص، ينشف ويجلد ويبقى مش لطيف ومش زبده زي ما حضرتك شايفه. طيب السردين قاعد قد ايه؟ السردين قاعد 10 ايام تخلي بالتمام. 10 ايام، ما تستنيش اكتر من كده علشان ما ينشفش معاكي. مش محتاج خالص غير معلقه محترمه من الطحينه، معلقه من الزيت، ليمونه كامله حضرتك تعصريها عليه. لكن الليمون ما تحاوليش ترميه، بتولعي عليه النار بعد ما بتخلصي. اسرار مش هتعرفيها غير على مطبخ اكله وسهريه. السردين اول ما يتخلل بيتحط في درج المطبخ يبعد عن الرطوبه ويبعد عن الضوء، لكن اول لما تفتحي السردين ما ينفعش تركنيه في المطبخ تاني خالص. فتحتي عليه هتتقفل العلبه كويس جدا، هتتحط في كيسين 2 وهتتقفل قفل محكم، وهتتحط على رف التلاجة تفضل مع حضرتك 2 3 4 5 شهور معاكي. لكن لو حضرتك عايزه تزودي المده فبتنضفي السردين، بتقطعي السردين، بتحطيه في برطمانات مليانه زيت ومليانه فلفل احمر، وبتحفظيه سنه كامله على رف التلاجة، ما يحصلش ليه اي حاجه، لا يتاثر طعمه ولا يتغير لونه، وتفضلي تاكلي سردين بيتي طول السنه حضرتك عاملاه على ايدك بس بمساعده مطبخ اكله وسهريه. أكلة سردين مش محتاجة غير 15-20 رغيف، وحضرتك استمتعي بسردين بيتي نظيف، ريحته ممتازة، طعمه حلو قوي. وبكده أقولك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب أكون فدتك ولو بمعلومة بسيطة، واستودعكم الله وأشوفكم فيديو تاني جديد.